بسمة نروز. فاطمة نعود. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك، منورين، وسعيدة جدا بالكرو الجميل ده والجدية في العمل ميرسي. والافكار الجديدة. مين فاطمة؟ يعني طفلة صغيرة بتحاول تتعرف على الحياة رغم مرور السنين والعقود، واقتربنا من القرون، لكن ما زلت أحاول أتعرف على الحياة. يعني السنين دي كلها لسه بتتعرفي على الحياة؟ طبعا طبعا. ولا أظن أن في إنسان يقدر يعرف أنه وصل لهذه المعرفة. وقت ما بتتعرف على الحياة بتنتهي الحياة. هي لغز، وجمالها في أنها لغز وتظل لغز أبدي. حضرتك لا، بدأتي ازاي؟ بدايتك كانت ازاي؟ يعني أنا بعتبر نفسي كنت طفلة متمردة ورافضة كل حاجة غلط في الدنيا. من طفولتي يعني كنت مشاكسة، وكانت دايما ماما تقول لمضة يا لمضة، وكانت تقولها على نحوين، ساعات بسعادة وساعات بغضب. فأنا كنت متجننة وأنا طفلة عايزة أفهم هي كلمة حلوة ولا وحشة. تقول إيه؟ بطلي لماضة، فخلاص أعرف إنها حاجة وحشة. صح، لماضة حاجة وحشة، بطلي لماضة. وفي وقت تاني تقول قدام ناس فافي لمضة جدا بسعادة. فكانت مجنناني الكلمة دي، هي لماضة حلوة ولا وحشة؟ يعني الطفولة كانت غريبة. كانت طفولة متمردة طول الوقت. أرفض كل ما لا يقبله عقلي. ما باخدش حاجة for granted، ما عنديش مسلمات، طول الوقت بفكر ليه ليه ليه. وكان ده مزعج جدا طبعا لماما، مزعج لبابا. بابا كان بيستوعبني اكتر وبيتجادل معايا. ماما كانت شوية عملية قوي، عايزانا نتفوق في الدراسة بس، عاوزانا ننجح في الحياة بس، عاوزانا نكون الأوائل بس. فكان بالنسبة لها السؤال معطل ومعرقل ومحير. يعني بسألها أسئلة ما حدش يعرف يجاوب عليها، أسئلة وجودية. فكانت دايما تقول لي كلمة يعني أنا كانت محيرة بالنسبة لي: اللمضة. فافي اللمضة. فافي ده اسم يعني في العائلة والأصدقاء والكده. فكان الكلمة محيرة بالنسبة لي، لأن ماما كانت دايما تقولها على نحوين، ساعات تقولها وهي مبسوطة، ساعات تقولها وهي غاضبة، ساعات تقول بطلي لماضة، فخلاص أفهم وأنا طفلة إن اللماضة دي حاجة وحشة. بعد شوية الاقيها بتقولي فافي لمضة جدا، وتقولها بسعادة وإعجاب وفخر للناس. فهي يبقى اللماضة حاجة حلوة بقى. يعني كانت تقرنها بالشطارة، بالذكاء، بالاختلاف. ف... فدي بحاجة إيجابية. وساعات تقولها بشكل سلبي بزهق: كفاية لماضة، كفاية مش عارفة كذا. فأنا كنت نفسي أمنية حياتي إني أكبر يا بسمع عشان أعرف هي اللماضة دي حاجة حلوة ولا وحشة. ولغاية دلوقتي معرفتش، لغاية دلوقتي معرفتش اللماضة حاجة حلوة ولا وحشة. فاهمة ازاي؟ لأن فعلا كلمة جوكر بنقولها على نحوين. ساعات نقول دي لماضة يعني بتاع على حاجة حلوة، ولماضة معناها انه نوتي ويعني مشاغب وكده. فانت تعرفي يعني ايه لماضة؟ لا. بس بحسها من خبرات الحياة ان انت يعني اكتر حاجة عارفة تتعاملي مع الناس. والله ان انت ذكية بس بخفة دم. صوري بقى بحكاية التعامل مع الناس. انا جدي مرة كتب لي كلمة مخيفة جدا. جدي محمد ابراهيم سليمان، وكان راجل مثقف جدا ويعرف لغات كتير وكان موسوعي، عقليه موسوعيه. كتب لي في الاوتوجراف، كان زمان عندنا حاجه اسمها اوتوجراف، ما كانش بقى في فيسبوك وتويتر ولا واتساب ولا الحاجات دي. فكنا نكتب في حاجه اسمها اوتوجراف، دفتر صغنن كده ملون، حد بتحبيه يكتب لك حاجه. فجدي كتب لي كلمه حتى الان عندي بخط ايده. كتب: كفاك فخرا انك سميه فاطمه الزهراء، ولكن ستعيشين عمرك لن تفهمي أحدا ولن يفهمك أحد. وهذه الجملة يعني سببت لي صدمة وقتها. قلت له يعني ايه يا جدو؟ قال لي مش الناس مش هتفهمك لما تكبري، ومش هتعرفي تتواصلي. يعني فقعد شرح لي، وشرح لي وقتها اللامنتمي، الاوتسايدرز، اللي اتكلموا عنها الفلاسفة بعد كده، انه يبقى شخص عايش خارج الزمن وطول الوقت منتقد، وطول الوقت ينتقد،
وفعلا ده يمكن يعني كانت طفولتك بتتنبأ للي هيحصل فيما بعد جدي لما جدي تكبري. تنبأ بده، جدي تنبأ بده، وجدي ده كان يعني احد اسباب شغفي بالقراءة. يعني لو عايزة تعرفي انا ازاي اتكونت بهذا الشكل، جدي ده حصل له كارثة انه وقع من الاسانسير من الدور السابع. هو كان بي زي ايه بيمتحن اللي خارجين، هو كان خريج حقوق يعني، وكان موسوعي، فكان هو بيمتحن الناس اللي خارجين اللي داخلين بار اللي هو يعني سلك القضاء، وبيديهم درجات. فكان في الامتحان ده كان في مكان ما، كنت انا طفله صغيره جدا، كان في الدور السابع، وبعدين نظره كان ضعيف جدا من كتر القرايه، ففتح الاسانسير مش واخد، فتح باب الاسانسير مش واخد باله مفيش الكابينه نفسها، فوقع من الدور السابع في بير الاسانسير لغايه تحت خالص، تهشم كاملا. وشفته في المستشفى حاطين له جبس، حاجه اسمها بدله جبس من فوق خالص لتحت. خف عظمه، لكن للاسف فقد الشبكيه، يعني الشبكيه انفصلت في عيني. فكان بالنسبه له كارثه، لانه القرايه عنده كانت مش بيحب القرايه، لا هو شويه قرايه كده معجونه في انسان يعني. فكان ان هو يفقد القدره على القراءه جننته حرفيا يعني. فماما حبيبتي ايه، علشان تساعده عملت اعلان في الاهرام: مطلوب شاب مثقف جامعي مثقف للقراءه لكفيف. فكان بيجي طوابير شباب باجر مجزي، فكان بيجي طوابير جده نلاقيه، ماما جابت له بقى شقه جنبنا بحيث ان ايه يبقى تراعيه. كنا في نفس الدور بتاعنا يعني. كنا بنشوف جده بالعصايه ماشي يجري وراهم بيضربهم. فماما تقول له ما بتضربه ليه يا خالي، هو خال ماما، بتضربه ليه يا خالي؟ يقول لها بيقول بيبل، والبي مش بينطقها بي، والبي بينطقها بي. او يجي يقولك بيرفع المفعول وينصب الفاعل. فماما تقول له انت يعني اجيب لك مين؟ كل يوم يجي 10 ويطردوا مش عاجبه حد. انا طفله براقب كل ده مش فاهمه حاجه، كان عندي راوند 7 سنين مثلا. فكنت اشوف ده وصعبان عليا جده جدا، مش عارفه اعمل له ايه. فتقول له اجيب لك طه حسين يقرا لك، اجيب لك مين؟ كل يوم تجيب له شويه ناس ويطردوا. فحصل بقى، شوفي محنه انسان حينما تتحول لمنحه لشخص اخر. فانا مره تسللت، احنا كان عندنا نظام قاسي جدا يعني، الاكل بمواعيد والنوم بمواعيد ومذاكره طول الوقت، وكانت ماما ست يعني صعبه جدا جدا صارمه. فمره كان الظهر ده لازم ننام ساعتين، سبت ماما نايمه في اوضتها ورحت خارجه من الشقه وحطيت ورقه تحت باب الشقه عشان اعرف ادخل تاني وانا لسه صغيره مش معايا مفتاح. ورحت لجده، دخلت قلت له اقرا لك انا يا جدو، وانا يا دوب بفك الخط. قال لي قوي يا حبيبتي تعالي. بدأنا نقرا حاجات معقده جدا، قرينا الاغاني الاصفهاني، قرينا الشكسبيريات كامله، قرينا الشوقيات كامله، شوقيات. فكان جده طبعا بغلط في النحو، بغلط في القرايه، فكان يصلح لي بحب بقى، ما كانش بيزعل مني طبعا. فكان مثلا اقول له وكذا كذا بمصر، فيقول لي بمصر غلط، بمصرع. اقول له مش انت قلت لي ان الب بتجر، يبقى بمصر مجروره. يقول لي لا، مصر ممنوعه من الصرف، يبقى نجرها بالفتح. زي ويجيب لي ايات من القران: بكنائس، بمساجد، وهكذا. فكان بيعلمني حاجات متقدمه جدا في اللغه العربيه واللغه الانجليزيه طبعا، ادفانس جدا عن عمري. فلما انا جيت بعد كده بقيت اخد الحاجات دي في ثانوي، كنت انا من ابتدائي عارفاه. ده فادني جدا جدا في اللغه، وحبيت الشعر وحبيت الادب، وعن طريق هذه المأساة التي عاشها جده. ولذلك كتبت له قصيدة، كتبت قصيدة له اسمها الذي ينظر إلى البعيد. إن هو يعني إذا أنا عندي شغف بالقراءة، وأنا عارفة إن أنت مهتمة بالقراءة، عايز تعملي حلقات عن إن الناس لازم تقرأ، وإن قد إيه القراية هي أسلوب حياة، ولولا القراءة يعني لاندثر العالم وماتت الثقافات والحضارات. كلما قرأت أكثر تنزف في الحروف أقل. صحيح، دي قصة تانية، عايزين نبقى نعمل حلقة عن الاختصار وعبقرية الاختصار. ف
فجده علمني بقى فالقرايه هو كان السبب في ان الشغف الشغف بدأ شغف من النقطة دي. من النقطه دي. يعني فبدات بالنسبة بقى كنت انت طوق النجاة لجدك كنت طوق، وهو كان طوق النجاه ليا وانا طوق النجاه له. بسبب شيء جرح اتجرحتيه وكنت بروح كل يوم بقى له من ورا ماما في وقت النوم ده، لغايه ما ماما اكتشفت هذه الحكايه كارثة. وعوقبت. وبعدين بشكل او باخر جده اقنعها ان ده مش هيعطلني عن المذاكره، وانه ده هيبقى جزء من المذاكره. فوافقت ماما على هذه الديل، وبقيت انا القارئه لجده. قرأنا بقى حاجات كثيره جدا جدا، وحبيت الادب والشعر من خلال هذه المأساة الإنسانية. قلتيلي ان باباكي كان احن شوية من مامتك، ومامتك كانت صارمة شوية، ده كان بيجسد لك ايه يعني في حياتك؟ ما اقدرش اقول احن واقصى، اقدر اقول كل واحد مفهومه عن الحنان مختلف. بابا كان مفهومه عن الحنان، بابا راجل متصوف وبيحب الغنى والمزيكا وفنان، فكان مفهوم عن الحب هو الباشن والعاطفة. ماما كان مفهومها عن الحنان، حتى دايما كنت اقول لها اصحابي مامتهم بتدلعوا مش بتدلعيني ليه؟ كانت تقول دلع البنت هو التعليم الممتاز، الاكل الممتاز، والتطبيب الممتاز. فده مفهوم ماما عن الحب، انها تعلم في مدارس محترمة وراقية، تعليم جيد، تطبب، تودي الدكاترة محترمين عشان تحافظ على صحة ولادها، وتأكلهم أكل محترم وصحي علشان تحافظ على صحتهم. ده كان مفهوم عن الحب. كانت بتعتبر الباقي ده إفساد. وعلى فكرة اما تشوفي الكلمة الإنجليزي، الكلمة يدلل، تلاقيها سبايل، هي شبه كلمة يفسد، لأن التدليل يعني don't spoil me you are spoiling me، يعني أنت بتدلعيني. فإحنا دي كان مفهومها. فانا ممكن يكون كان عادات وتقاليد اللي هي اتربت عليها، فهي كانت عايزه تطلع ولادها بنفس الطريقه دي. أو دي حاجه. وحاجه التانية، ماما كان عندها هوس بالتفوق العلمي، هوس لدرجه انها ممكن يعني تحرمنا من متع في الحياه علشان نتفوق. هي شايفه ان التفوق الدراسي لازم نطلع الاول. يعني لما كنت اجيب مثلا 99%، كانت تعتبر ده فشل. كانت هي بتعتبر صفر يساوي 99%، لازم في حاجه اسمها 100%. فكنت اقول لها مره، بقول لها ايه يعني، طه حسين جاب 6/10 في التعبير. طه حسين. قالت لي وانت ليه تبقى زي طه حسين؟ جمله لو حد اسمها يضحك، يعني مين يطول يبقى زي طه حسين او ربعه يعني. لكن هي كانت شايفه ان في حاجه اسمها 100%، ليه ما نجيبهاش؟ ليه 99؟ فده على فكره برج العذراء كده، وانا برج العذراء يعني انا يعني صارم. مش بصدق قوي، لا بيرفكشنيست، بيميل يعني للكمال اكتر. البرفكشن. فدي كانت يعني من سمات ماما. مش عايزه اقول وانا صغيره كنت زعلانه، كنت بعتبر دي قسوه وعدم حنان، لكن لما كبرت وبقيت بقيت فاهمه هي ده مفهومها عن الحب. الحب هو المسؤوليه، وانا بتفق معاها. انا دلوقتي كده، يعني انا بحب ولادي ساعات يحسوا ان دي قسوه، لا، ان انا احرمهم من اكل مضر، او عايزه اديهم اكل صحي، او عايزاهم يعملوا رياضه، وعايزاهم يتفوقوا. بقيت اعمل ده زي ماما، اللي كنت بنتقده في ماما وانا صغيره. كنت بتقولي ان طفولتك كانت متمرده، كنت رافضه يعني كتير حاجات، مش ان ماما هي كانت اكتر حاجه هي مش رافضه بس ماما بتحبك قوي، فهي عامله كانه اطار حواليكي، مش عايزه الهواء يدخلك، فده كان سبب. ده الشق الذاتي في الموضوع، الاسره. لكن انا كنت رافضه حاجات في الدنيا نفسها، رافضه ان يبقى فيه حد اعمى، رافضه ان يبقى فيه حد كسيح، رافضه ان يبقى فيه حد يتيم. كنت رافضه ده، مش فاهماه. فكنت اسال ماما وانا صغيره الاسئله بقى اللي بقول لك اللي فيها لماضه دي. كنت مثلا لما اشوف حد اعمى في الشارع، فاقول لها ماما الراجل ده، تقول لي ما عندوش اعمى. اقول لها يعني ايه اعمى؟ تقول لي يعني ما عندوش عينين. اقول لها اشمعنى انا عندي عين وهو لا؟ خدي بالك، كنت اقول اشمعنى كتير قوي، لا، اشمعنى الاخر ما عندوش، مش اشمعنى انا ما عنديش. فاهم؟ كنت احس ان ده ظلم، ليه هو اعمى؟ ماما ايه ده البنت دي قاعده على الكرسي ليه؟ كان لسه في شلل اطفال ساعتها زمان، ما كانش اختفى، الحمد لله اختفى من العالم، ما عدا في دوله واحده باكستان. وهنحتفل ان شاء الله بانتهاء اخر شلل اطفال باذن الله ان شاء الله السنه دي يعني. فكنت اقول لها ليه البنت دي قاعده على الكرسي؟ تقول لي رجلها ما بتتحركش. اشمعنى انا رجلي بتتحرك وهي لا؟ إيه ماما الست تقول لي بتشحت يعني ايه؟ ما عندهاش اكل. طب اشمعنى احنا عندنا اكل وهي لا؟ دايما كان هذا السؤال الانجاستس
او عدم العدل في الحياه كان يؤرقني. فكنت اقول لها اشمعنى، تقول لي ربنا عاوز كده. ادخل اوضتي ارجع على البيت واقفل على الباب عليا وافتح الشباك، ما انا فاهمه ان ربنا فوق زي ما فاهمين بربنا في السماء فوق، فما افتح ربنا بقى اشوفه فوق، فاقول له ربنا انت ليه عايز كده؟ فما يردش عليا، فاخرج لماما اقول لها ما انت بتضحكي عليا، ربنا ما بيردش عليا. كنت بربكها. يعني تخيلي لما حد يجي يقول لك كده طب، فتقول لي حرام، اقول لها هو ربنا عاوز كده، يبقى ربنا وحش. تقول لي ربنا حلو جميل. طيب ربنا جميل ليه بيعمل حد اعلى؟ لان في تساؤلات كتير في دماغك انت بالظبط، مش عارفه توصلي لها لحلول. امتى بقى عرفت حلولها؟ امتى عرفت الحلول دي؟ الاول كنت بعمل ايه؟ بحلها بطريقه الطفوليه. ازاي؟ الراجل الاعمى ده ما بيشوفش وانا بشوف، فما ادخل اروح رابطه عينيا عشان تعملي زيه، مش عشان اعمل عشان يبقى في عدل، يبقى مش عشان اشعر بالامه والكلام الكبير ده. يعني لا، نظريه العدل كانت جواكي من الطفوله، ان ما انت كانتش عايزه نظريه، كانت هوس، كانت مرض. مم. عندي مرض. فكنت اربط عينيا مش عشان احس بالامه، لا، عشان نبقى زي بعض. اربط رجلي عشان ما اتحركش. فكان كنت يعني مش عارفه احل المشكله ازاي. لا ربنا بيرد عليا، ولا ماما عارفه تقول لي اجابه، ولا انا عارفه اخلي الراجل يشوف، ولا انا عارفه ابقى ما اشوفش. كنت عايشه في هذه المأساة لغايه ما قريت. امتى حليت المشكله بقى يا بسمه؟ لما كبرت شويه وبدات اقرا في الايجيبتولوجي، في علم المصريات. يعني القراءه كده ايه، ثقافه. طبعا القراءه بتحللك مآسي والغاز. فقريت بقى قانون ماعت، قانون الاخلاق اللي الجد المصري كان يقول لك كنت عينا للاعمى، كنت عينا في الاعترافات الايجابيه والاعترافات السلبيه. لحظه الموت الانساني يعني. كنت ساقا للكسيح، كنت يدا للمشلول. الله، ما انا عندي حل اهو. بدل ما اعمي عينيا واربطها، انا مش عارفه افتح الراجل، مش هيفتح خلاص، مش عارفه اعالجه، انا مش دكتور انت فتحي كان فوزي. عندك هوس، كنت في حرب كده مش عارفه تطلعي منها، فمن القراءه هي خلتك ان انت تطلعي من الحرب ده. يعني حليت بقى القراءه المشكلة. كده بتقول لنا ان انت تقري اكتر تنزفي اقل في الحروب. يعني من خلال القراءه لو الناس قرت كتير وفي ثقافات متعدده، مش لازم ان انا ابص على السوشيال ميديا اكتر. والسوشيال ميديا لها دي سلاح ذو حدين، فهي يا تعليني يا تخليني في الارض تماما. فالقراءه خلتك ان المشلول هتعملي له ايد المكسح، فبدل ما انا اسلب عيني ونبقى احنا الاثنين عمي، ما دمت مش عارفه افتحه، يعني طبعا قدرات ربنا مش قدراتي، قدرات الاطباء. فبقيت اعمل ايه؟ ابقى انا عينه، فلما اشوفه اعديه في الشارع اروح اعمل له حاجه. كنت ساقا للكسيح، كنت يدا للمشلول، كنت ابا لليتيم. فلقيت قانون الجد المصري القديم العظيم سلفنا الصالح حل هذه الاشكاليه. فتحولت، لقيت ان الموضوع سهل بقى. طب ما لما اشوف حد، ولذلك كنت ايه مثلا، ارجع منزل من باص المدرسه، ارمي شنطتي لعم عبده بواب العماره الحارس العقار يعني، واجري. انا كان الشارع بتاعنا فيه يونانيين كتير، عواجيز ايجد من اليونان، جريك. الاقيهم والست شايله شنط الخضار والاكل، اروح رايح ما اعرفهاش، اروح رايحه شايله لها الشنط واطلع معاها من غير ما تطلب المساعده خالص. وارجع الاقي ماما واقفه لي في الشباك بتعملي كده، دي معناها هتضرب 3 صوابع دول، تعمل لي كده. واطلع اتبهدل واتهزق، اقول قولي مش هعمل، حد يروح مع حد ما يعرفوش، قولي مش هعمل كده تاني، ولا حاضر وتاني واعمل كده. الاقي حد شايل حاجه. انا لغايه دلوقتي كده على فكره. يعني مثلا لو انا وانتي واقفين في مكان وقلم وقع منك، وانا فاطمه نعوت يعني وست يعني وليدي يعني المفروض ان انا ما اوطيش، لا انا انزل اوطيه جدا. لو انا بالصدفه لو احنا ماشيين وحد خبطني، ده تكون ازاي؟ حد خبطني انا اللي بعتذر، احس ان انا يعني ما طبيعتي كده خلاص، يعني طبيعتي ان انا طيب اخواتك كانوا كده؟ لا، اخويا ليا اخ واحد، ما لا كان طبيعي. حد في عيلتكم كان كده؟ ابويا اظن كان كده. يعني ابويا مات صغير قوي، يعني وانا صغيره كمان، وهو كان صغير، مات صغير يعني. فانا تحول تاريخي في حياتك. لكن بابايا كان كده. بابايا كان اكستروفيرتد، منفتح على الناس خالص. لكن اخويا طلع انتروفيرتد خالص مع نفسه، يتفوق ويذاكر ويعمل يشوف مصلحته فين، ويعمل زي معظم زي 90% من البشر يعني كده. لكن انا بستمتع قوي قوي بخدمه الاخر، بستمتع.
مش بعملها من باب الواجب والضمير والإنسانيات والحاجات الكبيرة دي، لا، أنا بستمتع ان انت لما تعمل حاجة للآخر بتحس انه خليني اخد حتة بس كده من الأديان. بيعجبني مثلا في الأدبيات المسيحية الفقير ما يقولوش عليه فقير، يقول لك إخوة الرب. إخوة الرب معناه ان هو حط الفقير في درجة أعلى منك. يعني احنا عندنا في ثقافتنا الإسلامية نقول اليد العليا خير من اليد السفلى. تعالي كده اديكي فلوس، بصي مين ايده عالية؟ انا، وانتي ايدك تحت. فانا ايدي افضل من ايدك لانني امنح. طبعا ده يحث الناس على العطاء. ان انا اليد العليا خير من اليد السفلى، يعني الذي يعطي خير من الذي ياخذ. بالظبط. فاذا هو حط الفقير اللي بياخد في مرتبه اقل عليا. لا، الذي يعطي في مرتبه عليا اليد العليا، والذي ياخذ في المرتبه السفلى. دي ادبيات الاسلاميه بتاعتنا، وتعلمنا ازاي العطاء وكذا. اعطي لكي يكون افضل. لكن الادبيات المسيحيه عكست الموضوع وخلته اكثر شعريه، اكثر سبريتشوال. ان الفقير مش يد سفلى ولا حاجه، ده اعلى منك، وانت لما تيجي تديله مش هتبقى انت اليد العليا، ده انت هترفع ايدك كده عشان تديله، لان هو إخوة الرب مجازا، يعني ان هو في مصاف الأعلين، في مصاف السماء. فانت لما تيجي تدي، لو الرب إخوة الرب فوق، فانت لما تيجي تديله هترفع ايدك لفوق، مش هتنزل ايدك لتحت. فكأنك لما تديله هو يتفضل عليك بانه ياخد منك. فلما انت تديله انت مش متفضل عليه، ده كتر خيره انه هيديك منحة العطاء. شوفي الفرق في النظرتين حلوين، ودي بتحث على العطاء ودي بتحث على العطاء. لكن الفكرة الفرق في ايه؟ انه رفع الفقير لمرتبة اعلى منك. فلما هو يقبل انه ياخد منك، انت المستفيد، انت المستمتع، انت اللي مفروض تشكر ربنا ان في حد قبل ان انت تساعده. انا مؤمنة بالحتة دي، ان انا لما بساعد حد محتاج مساعدة، انت شكرا انك بتسمح لي هذه المتعة وهذا الجمال وهذه الساتسفاكشن اللي انت بتدهوني. انا دي مبنية فيا من صغري. مين بناها؟ القراءة، ولا ابويا، ولا صفة فيا، ولا القراءة قانون ماعت، ولا الدين، ولا المدرسة؟ ربما جماع كل هذا، وربما هي منحة من ربنا، انه بستمتع لما بشيل حاجة لحد، بساعد حد، بسند حد، بجيب حاجة. that's it يعني. خطر على بالك في مرة تسجلي صوت باباكي او مامتك؟ بابا ما لحقتش، لانه يعني مشي وانا صغيرة قوي. كنت في سن كام؟ يعني طفلة، يعني ما كانش يعني في امكاني ان انا اعمل ده يعني. لكن ماما سجلت صوتها مش عمدا يعني. لكن في الانسر ماشين كان زمان في حاجه اسمها انسر ماشين كده، انك تسيب لك رساله على البتاع. عندي كذا رساله بصوتها، كلما اشتقت اليها اسمعها. وكل ما ماما يعني بقى، كل ما بحس بالوحده، بالخوف، باحساس بالعزله، بالخوف من بكره، بلبس حاجه من لبس ماما تدثرني. يعني اي حاجه عندي، كذا حاجه من لبسها بلبسها، بحس انها حضناني يعني. انت قلتي كل ما بحس بوحدة او خوف، في فرق كبير ما بين الاتنين. صح، بس يعني احدهما يؤدي الى الاخر. هما شعورين مختلفين بس مش منفصلين تماما عن بعض. الوحدة بتؤدي للخوف، والخوف معناه احد معانيه الوحدة، لان الناس الكتير، التجمع، الجاذرينج بيقلل الاحساس بالخوف. حتى في المخاطر الكبرى، يعني لما بيحصل كوارث كبرى، الناس بتتجمع فبتتقوى ببعض. لكن الانسان اللي لوحده خالص، عشان كده حتى في السجن اللي هو اقصى درجات العقاب، الاقصى منه لما حد بيغلط جوه السجن بيعملوا ايه؟ حبس انفرادي. يعني انت بيحطوك لوحدك، ده مش من بس عشان يتقوا شره، لا، هو نوع من انواع
التعذيب. يعني انا كنت بشوف مسلسل من فتره، اقصى درجه للتعذيب الانسان هو انه يبقى حبس انفرادي. طبعا لو مش معاه كتاب، لو معاه كتاب خلاص مش بيحس بالوحده، لان الكتاب حياه، عالم كبير يعني. لكن لو واحد وحيد ومعهوش حاجه يقراها او كده بتبقى صعبه جدا طبعا. بالنسبة لفاطمة نعود الكتاب حياة، طبعا. ومن هنا بدأت انك سبتي هندسة ومجالها. لا ما سبتهاش، انا يعني اشتغلت في الهندسه سنوات طوال، وحققت واشتغلت في مكاتب كبيره، ويعني بس تحققت هندسة فيها وعملت وكاتبة كتب فيها. صحفية شاعرة، يعني ده لا حاجتين انا كنت داخله مختلفين طب كمان الأول. كمان. اه اخويا كان في طب بيدرس، وانا كنت ماما عايزه بقى تبقى احنا الاتنين زي بعض يعني، توفيرا لكل حاجه يعني. فرحت معاه مره حضرت باثولوجي ليكتشرز، يعني محاضرات نظريه، وكان تمام يعني. فجاء يوم في المشرحه، واخويا بقى بيطلع جذع، انا فاكره بقى مشرحه الاقي دم وبتاع، طلع اسوأ من الدم، اسوأ من تخيلاتي. كمان. قلت له انا هخاف وبتاع، لا مش هتخاف خالص، متخيله بقى هلاقي دماء وحاجات متقطعه وبتاع. طلع حاجه اسوأ من الموت، وهو الموت القديم. الموت القديم كتبتها انا، الموت القديم يعني مش واحد ميت النهارده، لا ده فتح صبري اخويا بتاع دي اللي فيها فورمالين، ومسك بشوكه كده جذع، طلع جذع امراه بلا راس وبلا قدمين ساقين. فانا تخيلت انه دمي يعني، لانه كاد الجلد مكشكش كشكش كده، فافتكرتها دميه بيشرحوا عليها بيتعلموا يعني. فاتحطت عادي، انا حسها عروسه يعني، هيعرفهم يعني فين بقى الاورجنز، حاجه جوه ماكيت يعني. لغايه ما مسك مشرط وفتح من هنا كده، لا انسى هذا اليوم. فتح من هنا كده، فلقيت التيشوز عملت كده، الانسجه، اذا ده بشري. فرحت انا بقى ايه، هم انا اوتسايدر بقى، انا مش من الكليه اصلا، انا من ثانوي، انا في ثانوي بس جايه معاهم كده غتات بحضر. فرحت قلت له ايه ده، هو ده جسم بشري؟ ورحت واقعه من طولي مغمى عليا، وريحه الفورمالين وبتاع كله. بص بقى مين دي، ايه الهبله دي؟ فقت لقيت نفسي على سريري في اوضتي، وحواليا دكاتره وماما عماله تعيط وبتاع، وانا عماله اقول لها هحول رياضه، كنت علوم، كان على ايامنا علوم ورياضه كده، هحول رياضه، هدخل هندسه، مش هدخل طب. وقعدت اصرخ. ساعتها كنا عدت نص السنه الدراسيه بدرس علوم، كان فايتنا في الرياضه بياخدوا حاجه اسمها فراغيه، كانت والفراغيه صعبه جدا. راحت المدرسه قالوا لها مستحيل، تحويل مستحيل، هتسقط لان فاتها كتير. قالت لهم لا مالكوش دعوه، هتذاكر. رفضوا المدرسه. راحت ماما رايحه لفتحي سرور، فتحي سرور كان وزير التعليم ساعتها. راحت لوزير التعليم قالت له بنتي لا حصل كذا كذا ومش هترضى. قلت لها مستحيل، قلت لها لو وديتيني طب مش هذاكر، مش هروح، خلاص انا مستحيل ادخل طب. حاولت معايا طبعا كتير جدا جدا، وجابتني مستشفى امراض عقليه وحاولت معايا، وقلت لها نو واي ندخل طب، انا عايزه ادخل هندسه. انا اصلا كنت عايزه ادخل هندسه، بس ماما كانت عايزه ترغمني على طب. راحت لفتح سرور وجابت استثناءات، وتحولت للرياضه من نص السنه، ذاكرت منهج الفراغيه كله وتفوقت ودخلت هندسه. فعايزه اقول لك ان يعني انا كده ما بعرفش اشوف يعني فكره انك تشوفي حد ميت من زمان دي اصعب من لما تشوفي حد لسه مش عارف يعني. كتبت قصيده اسمها بلا راس، بلا راس من غير يعني without head، بهدد يعني. قلت ان راس السيده اللي مش موجود، ما دي كانت ست يعني فاطمه شافت الجذع ده وهي في ثانويه عامه، وكتبت الكتاب بلا راس، وهي بعد ما اتخرجت بكتير كنت يعني كاتبه قصيده غزل، كانت غزل لجوزي بتشوفيها هي بتتنبأ لبعدين. طبعا كل حاجه بتترجميها. طبعا يعني دي بمعنى لا صح قوه عقلك الباطن، انت بترسمي مستقبلك بايديكي. لا يعني بتأمله. بس انا قلت ان الرأس اللي مش موجود، راس الست اللي مش موجود ده اقوى من راس امي، لان راس امي كانت مصره ان ادخل طب، وراس الست اللي مش موجود هو اللي خلاني ادخل هندسه عشان اقابل نبيل واتجوزه جوزي. انا هو كان معيد في بالمناسبه بقى بمناسبه نبيل بقى، وهو الحب كله بالنسبه لك اكيد، الحب بالنسبه لك ايه؟
يعني عايزه اقول لك بس ببساطه، الحب هو سبب كل الروايات والقصائد والمسرح والدراما اللي بتشوفيها في العالم. يعني لولا الحب ما كان في كل الفنون والنحت والتشكيل حب. الحب هو، انا عامله يعني مترجمه كتاب لهيلين فيشر، وهي عالمه بروفيسور انثروبولوجي امريكيه، اسمه Why We Love: The Nature and Chemistry of Love. لماذا نحب، طبيعه الحب وكيمياء. وبتشرح بقى الحب من ظاهره الحب الانساني، الحب الرجل والست، الحب عموما، الحب عند الحيوانات، الحب عند بين الحب الحيوانات من والبشر. عند فاطمه نعوت بالظبط. شوف، مش الحب عارفه عندك اهرب ايه؟ منها. الحب عندي انا شخصيا مؤمنه ان هو الباشن، هو الشغف. ما بعرفش اعمل حاجه من غير شغف. ان شاء الله هفصص شويه بسله، لو مش بشغف وحب لا يمكن تطلع كويس. فانا الشغف هو اصل كل حاجه في الحياه. مجدي يعقوب مره كتب انه سر نجاحه بي، ال 3 بي، اللي هو الاصرار والتواضع، وال 3 اتش، humbleness ومش عارفه وهيومانيتي والانسانيه وكذا. انا زودت له ان في بي في الموضوع، والباشن. لو مجدي يعقوب تصوري ما عندوش باشن بان الاطفال تخف، هذا باشن، كان هيعمل كل ده؟ كان هيبقى عنده في العمر ده ويعمل ويطلع كوادر، وعايز يدي علمه للناس كلها، عايز يعمل مجدي يعقوب كتير، يعمل عمليات بالكونفرنس عن بعد، اللي الطفل مش قادر يسافر له اسوان، يروح عامل بالكونفرنس من بعد، يعمل عمليه في قلب طفل. كان يسيب انجلترا وهو كان عظيم العظماء هناك، ده الملكه ادته لقب سير. كانت الطيارات لما تعدي يقول نحن الان نمر فوق مجدي يعقوب في انجلترا. يسيب ده كله ويجي لمصر، البلد يعني ما حسيتش بموهبته وهو صغير لسه، ويروح اسوان حيث الفقراء وكذا وكذا، ويعمل هذا المشفى ويعمل ده. ايه اللي بيدفعه؟ عايز فلوس؟ عايز مجد؟ عايز ايه؟ عارفين عايز مجدي باشن، يعقوب عنده عارفينه؟ باشن. ثانية، عارفين مجدي يعقوب عايز ايه؟ كل فاطمة حد نعوت الحب بالنسبة لها نفس الحكايه، ايه؟ شغف؟ طبعا باشن، شغف. طب الكراهية بالنسبة لك هي كانت نوع من الحب، ما عرفتش تعبر عن نفسها فبالتالي اتجسد كره ولا ايه؟ الكراهيه ليست عكس الحب. هو ده ماشي. اللي موجود في كتاب Why We Love: The Nature and Chemistry of Love، واللي اثبتته هيلين فيشر. الكراهيه لون من الوان الحب، بس في حته تانية اكستريم، لان زي ما انت يعني قلت ما تحققش، ما عرفتش تعبر عن نفسها ما تحققش، فبالتالي فيتحول لحب، ظهرت له كره. كراهيه. لكن هو مش عكس الحب. عكس الحب النسيان. انا لما بكون ما بحبش حد ما بيخطرش على بالي اصلا، لكن طول ما انا بكرهه وبفكر فيه وعايزه انتقم انا منه كده بحبه وبتابعه، انا بحبه قوي، انا دايبه ده بديبه. فالكراهيه هي نوع من انواع الحب المرضي. لكن انا شايفه ان كل حاجه في الدنيا قائمه على الحب، كل حاجه. طب الحب في حياتك خلى قلبك زحف كده من المكان اللي هو مختبئ فيه؟ يعني ايه؟ خلاه طلع من جواه كده، الحب حركك جامد؟ طبعا انت طول الوقت. انت في مكان مختبئه فيه ومتداريه فيه، فالحب خلاك اتنطرتي وانا عايزه اعبر عن اللي جوايا. ده حبي الحتة لعمر دي بقى، كانت فين؟ عمر ابني. يعني هو حبي لعمر الجميل، هذا الجميل المتوحد اللي عنده يعني متلازمة الجمال، أنا بسمي الأوتيزم متلازمة الجمال، هو اللي بيخليني أعمل حاجات ما عملتهاش من وأنا طفل. عشان كده أنا كتبت في كتابي، أنا عاملة كتابين عن عمر. آخر فصل اسمه مع عمر أعيش طفولتي. يعني أنا بعمل حاجات اللي كنت المفروض أعملها وهو طفل صغير وأنا طفلة صغيرة. يعني عمر ادالك نوع تاني من الحب، طبعا 100%، مختلف تماما عن حب 100%. نبيل وعن حب اخواته كمان. طبعا مازن طبعا عمر في منطقة تانية، لأن هو في منطقة تانية. عمر في منطقة تانية. عمر اوتسايدر فعلا، لا ينتمي لهذا العالم، هو من عالم الملائكة. ولذلك الكتاب اسمه بيت من المكعبات في مدينة الملائكة. فمثلا عمر من ضمن الحاجات اللي علمهاني عمر، اللي بتعلم منه، ان هو انا بحط له دايما 10 جنيه كده علشان يدي الفقراء. مثلا اي حد ماشي يديله 10 جنيه 20 جنيه،
فمره بنت كنا قاعدين على شط اسكندريه كده وكافيه، فهم خدوا بالهم ان عمر بيدي على طول، فبقوا طوابير كده ورا بعض، فهو يروح فاتح المحفظه بتاعته طلع 10 جنيه ويدي، فادى، واحده بنت مدت له ايديها ففتح لها اداها 10 جنيه، بص فوق كده لها ايه بنت، راح واخد 10 جنيه حطها في الشنطه تاني ليه بقى؟ وخد ورده واداها لها. لا إيه الجمال انا ده؟ ما علمتوش. ده هي صح متلازمه الجمال. كلنا كنت انا والدكاتره قعدنا صدمنا كده، قلت لهم ما كانش حد يصور المشهد ده، قالوا لي احنا كلنا بوهتنا، هو مين علمه ده ان البنت ما تاخدش فلوس تاخد ورده؟ والبنت طبعا هو خلاص بعد كده بص للبحر مش همه يعني، هي البنت بقى فضلت تبص له وتبص للورده فاكره بيعكسها وفضلت تمشي كتير. فاكر يا عمر اديت البنت ايه؟ الورده. مشيت البنت كل شويه تبص عليه. دي مشاهد بيعلمهاني عمر. يعني بتعلم من عمر حاجات ما اتعلمتهاش في المدارس والجامعات والمسارح والاساتذه فهو ده الحب. طيب الحب للشباب، الحب بين الشباب كل جيل له مفهومه عن الحب. يعني احنا لما كنا صغيرين كنا نشوف ان القدام دول اولد فاشن ومش فاهمين حاجه، وكانوا يقولوا لنا نصايح باعتبار ان احنا مش فاهمين حاجه وخايفين علينا. صراع الاجيال دايما موجود. الشباب دلوقتي بيستقي معارفه من مناهل كتيره جدا يعني جدا. السوشيال ميديا تعلمنا الحب، الاغنيه تقول لنا ازاي نحب، فيلم او مسلسل معين. انا عارفه ان الحاجات دي كلها مصادر ان احنا ازاي نحب او ممكن نكره، بس هي اثرت فينا جامد. ما اعرفش، انا بتهيألي كل انسان له آلية التعلم الخاصه بيه، كل واحد جوه مدرسته بس الخاصه. احنا دلوقتي كلنا مفيش حاجه جماعيه كده اقول السوشيال ميديا تعلم الشباب كذا. ما احنا مش ستيريوتايب، احنا مش كلنا نماذج. احنا مش نمطيين. لا مش نمطيين، ولا احنا عرايس ماريونات، ولا احنا لا. دي من عظمه خلق الله فينا، ان رغم اننا دايما اقول ايه، بصي وشنا كام سنتي، 10 سنتي في 10 سنتي، مفيش حد شبه التاني، رغم ان هو 10 سنتي 10 وفي عينين وحواجبين ومناخير وبق، كل الفيتشرز شبه بعض، لكن مفيش انسان زي التاني خالص. فنفس الشيء في البيرسوناليتيز، نفس الشيء في الشخصيات، مفيش انسان زي التاني، ومفيش حد بيستقبل زي الاخر. في واحد لو ابتسمتي في وشه يفضل شايلها لك طول العمر، في واحد لو ابتسمتي في وشه يعتبره تنمر. يعني عمر مثلا حسب الايديولوجيه بتاعته. حسب عمر مثلا ساعات يبتسم لما يشوف حد يبتسم، فالناس افتكروه بيتريق عليهم، هو بيبتسم للاخر. ف يعني عايزه اقول ان كل انسان له ريسبتورز مختلفه. الحب الفاطمه زي الكهرباء، بينور وبيكهرب اللي هو بيموت، وزي الميه بيروي وبيغرق، وزي الشمعه بيولع شمعه جميله او بيلسع ويحرق. الحب بالنسبه لك كان ايه في الثلاثه دول؟ 100% ups and downs. يعني الحب كله طول الوقت، اذا قلنا الحب المرأة والرجل، يعني اللي هو الكلاسيك، الحب الكلاسيك المتعارف عليه، طول الوقت في ضوء شمعة وفي لسعة وفي إنارة وفي كهرباء وفي up and down وفي حزن وفي فرح وفي شغف وفي ملل وفي كل حاجة. يعني الحب حياة، فالحياة فيها كل المتقلبات والمتغيرات اللي في الدنيا. حضرتك منحت مرة القطرة وصرت المحيط، يعني مثلا عمر بالنسبة لك ده الحب من نوع مختلف، نبيل برضو كان بالنسبة لك حب مختلف، فانت اللي منحت البداية القطرة دي وبالتالي صرت المحيط ليهم. يعني مش عارفة اذا كنت بالنسبة لولادي محيط ولا لا، اتمنى طبعا. ما اعرفش اذا كنت ام ناجحة ولا لا، بحاول اكون ام ناجحة، مش عشان اكون ام ناجحة، انا بحاول ادي كل اللي عندي. هما بيستقبلوا ده ازاي ما براهنش قوي، لان يعني استقبال، يعني دايما بفتكر حتى زي ما قلت لك من شويه، يعني ماما كانت بتديني حب كبير جدا ما كنتش شايفاه ساعتها، كنت شايفاه قسوه، وبتجبرني اشرب اللبن وانا ما بحبوش، وبتجبرني اكل وانا مش عايزه اكل، وبتجبرني اذاكر وانا عايزه العب، وبتجبرني ما اعرفش اصحاب وانا عايزه اصحاب الى اخره. انا كنت بقرا تحت السرير، كانت ماما منعانا نقرا، منعاني اقرا الا في خارج المنهج، يعني خارج المنهج ما ينفعش، وانا عندي باشن القراءه. ده كده حب للقراءه، بشوف بتمارسيه بطريقه. فكنت اعمل ايه، كنت الاول اخبي الكتب جوه كتاب المدرسه، اتقفشت طبعا، فبقيت اعمل ايه، والكتب الكبيره كمان هقطعها، هقطع ما لازم، هعمل ايه. فكنت بستنى ماما تنام وابص، كان شيش زمان، كان شبابيكنا كانت شيش كده،
فكانت ماما تغطيني وادخل انام في اوضتي وكله، وبعدين ادخل ابص افتح الشيش شويه كده اشوف اوضتها، اول ما اوضتها تطفي النور اعرف انها نامت، راح واخده الاباجوره ونازله تحت السرير قريت الإلياذة تحت السرير، الإلياذة والأوديسا، قريت جمهورية أفلاطون، ميلتون، الكوميديا الإلهية، الحاجات الكبيرة دي كلها قريتها تحت السرير. فكنت أنا بشوف إن ماما قاسية وكده وبتاع، ما فهمتش إنها حبتني قوي قوي إلا لما أنا بقيت أم وفي سنها دلوقتي. فولادي نفس الحكاية، يمكن ما يعرفوش إن ده حب، إن أنا عايزاهم ياكلوا صح، وعايزاه يبعدوا عن الجانك فود وبوجه طول الوقت. في مرة قلتي عايزة انام جنب من احب واتوسد واعانق اوجاعه. طبعا مين؟ نفسي انام جنب عمر، بس هو مش بيحب ينام جنب حد. وكتير احاول ادخل اقول له انام معاك، يقول لي لا روحي اوضتك. يعني هو طبعا يعني بلاش الاسئله اللي بتوجع دي. مفيش وجع خالص. شوفي يعني انا بحب بكلي، انا بعمل كل حاجه بكلي. يعني وانا بكتب المقال بتاعي بكتب كأنه اول واخر مقال في حياتي، وانا بعمل اي حاجه، وانا باكل العصافير دول. انا ما بحفظش عصافير طبعا، عصافير ربنا بحط لها اكل كده. بعمل ده بكلي، ما بعرفش اعمل انصاف الاشياء، يعمل الحاجه بكل حاجه فيا يا ما اعملهاش خالص. فلما بحب نفس الحكايه، بحب بكلي، يعني ببقى عايزه يعني ادي اللي بحبه حياتي وروحي ومشاعري وصحتي وكل حاجه في الدنيا. مش من باب الجدعنه يعني مش عايزه بس المشاهدين يفتكروا ان انا بتكلم بطوبويه وان انا بقول ان انا خالص، انا بعمل ده بقمه الانانيه، قمه الانانيه. انا مره طلعت ايام الاخوان وبتاع مع كان ياسر برهامي، بس الانانيه كده مش وحشه. لا، ما انا برافو عليك. انا هقول لك، انا بقيت اقول لهم ايه الاخوان المتطرفين كانوا بيعملوا يحرقوا الكنايس مش عارفه، بقيت اقول له كن انانيا وحب. فطبعا كانوا يستغربوا، يعني ازاي بقى اناني؟ يعني بحب نفسي واحب. فبقيت اقول لهم ايوه انا يعني الحب ممتع، فلما اكون انانيه عايزه استمتع فحب. فبالمنطق ده يعني فكره الايثار حب الاخر والاثر حب النفس، الكلام ده كلام بعتبره ساذج جدا. لا، انت لما بتحب انت اللي بتستمتع، زي ما قلت لك من شويه، تعمل شفاء لنفسك طبعا. ما الحب ده بيلتمس جواك وجوايا 100% هي متعه شخصيه بينزل كده للشخص داخليا ديفنتلي. فالعطاء زي ما قلت لك من شويه، اللي بيدي هو اللي بيستمتع مش اللي بياخد. بالظبط، اللي بياخد هياخد منك ومن غيرك ومن غيرك ومن غيرك. الانانيه بالشكل ده كانت ذو حدين. هي مفهومه بشكل ان انت دبل مينينج صحيح. فانا بس اما بقول لك بحب بكلي، ما اقصدش يعني من باب الجدعنه بقى وانا بنت شهمه خالص، عشان الناس يعني تفهم كلامي صح. انا بعمل ده لاني مستمتعه بالاخر، مستمتعه باني عندي ما امنحه. تصور لما يكون عندك ما تمنحه الاخر، تصور يكون عندك شويه صحه زياده وتديهم لواحد ما عندوش صحه، تصور يكون عندك شويه علم زياده وتديهم للي ما عندوش علم، تصور لما يكون عندك شويه فلوس زياده وتديها للي ما عندوش، يكون عندك جاكيت زياده وتديه اللي مش عنده. ده معناه ان انت عندك، معناه ان انت عايش، معناه ان انت موجود، معناه ان انت حي. فديك اثباتات للانسان انه يستحق ان يتنفس، يستحق الهواء ده اللي ربنا مدولي مجانا، والشمس اللي ربنا مداني مجانا، والنفس اللي ربنا مدولي مجانا الى اخره. فانا بحب يعني. طب ازاي اخلي الشباب تغير اذهانها كده بالكلام ده من خلال الحب ومن خلال القراءه والثقافه؟ ازاي اخليهم يتغيروا؟ في حاجه بتقول تغيروا عن اشكالكم بتجديد اذهانكم. ازاي انا اخلي الشكل ده يتغير بتغيير ده؟ ده هيتغير بتغيير ده. اللي يسمعني دلوقتي ومؤمن بما اقول يجرب يدي شهر، يدي حب، يدي مشاعر، يدي علم، يدي صحة، يدي مساعدة، يجرب شهر واحد. نظريتي إذا أخفقت يغيرها، إذا نجحت يعتمدها. بس الإنسان عدو بما يجهل. الإنسان عدو ما يجهل.
إذا يجرب اللي يجهله حتى يصير عالما بما يجهله فلا يصير عدوا له. زي اللي عايزة- الإمام الشافعي إمام- لما بيقول كلما أدبني الدهر ازدادني علما، وكلما ازدادتني علما ازدادني بجهلي. يعني عرفت كلما كل ازددت علما ازددت علما بجهلي. بالظبط. بالظبط، يعني كل الإنسان كلما يعني عرف أكثر اكتشف أن الذي يعرفه لا شيء فيما يجب أن يعرفه. بالمناسبة دي هقولك على حاجة أنا بحسها دايما لما أجي أقرأ مثلا معرض الكتب دي، المفروض أقراها، كل اللي أنا جبتهم دول المفروض أقراهم خلال 10 أيام مثلا. فكل ما تمسكي كتاب تكتشفي إنك بتخوني الكتب الأخرى، فتسيبيه تمسكي الكتاب التاني تكتشفي. وده اللي بقوله ده عملوا حد اسمه اللا قارئ الأعظم في رواية اسمها اللا قارئ، رواية فرنسية، اللا قارئ الأعظم. واحد عنده شغف بالقراءة فقرر يشتغل لايبراريان في مكتبة، يعني لايبراريان يعني ايه؟ اللي هو أمين مكتبة. فكل الكتب بقى عنده بقى يعني ما لذ وطب، كنوز بقى. فكل ما يمسك كتاب يحس انه بيخون كل الكتب التانية، يروح سايبها، كل ما يروح ماسك كتاب التاني، وهكذا حتى انتهى عمره ولم يقرأ شيئا، رغم انه كان أمنية حياته بس انه الكتب دي كلها اقدر اقراها ببلاش، مش هشتريها، دي كلها بتاعتي او يعني تحت امرتي يعني. ففضل من كتر احساسه بالغيرة كل كتاب بيخون التاني. احنا دلوقتي في بوينت الخيانة ليها مفهوم طبعا. كبير طبعا دلوقتي. لا بتقول يعني طبعا الخيانة انا إن بتكلم بالمعنى المجازي، يعني انه بالظبط. بيخون يعني زي كده مثلا اما يكون عندك 10 فساتين وعايزه تروحي مناسبه ما بتعرفش تلبسي ايه، لو لبستي ده لا طب ما البس ده، طب ما البس لا. هو الاحساس يعني كلما اتسعت الاختيارات ضاقت وكلما اتسعت الرؤيه ضاقت العباره يعني. فاللي عايزه اقوله انه ده اللي يقصده الامام الشافعي، ان العلم انفينيتي لا نهايه له. كل ما اعرف حاجه اكتشف مش عارف حاجه، كل ما اعرف حاجه اكتشف ان اللي ما اعرفوش اكتر. وده بيرد على السطحيين اللي يقرا له كتابين 3 يقول لك ده قريت انا مش عارفه كذا وهو قشري. لكن كل الانسان ما بيزداد علما يتواضع. الصينيين شبهوها بسنبله القمح. سنبله القمح لما تكون مليانه حبوب قمح بتبقى منحنيه كده متواضعه تعمل كده، لكن السنبله الفاضيه واقفه كده وعامله كده شامخه كده اهو وهي فاضيه. وده اللي يفسر لك لماذا يتواضع العلماء. ليه مجدي يعقوب كده وانت بتشوفيه يا لهوي يا لهوي على مجدي يعقوب ده، وتواضعه شيء مخيف، يبقى احنا واقفين جنبه كده ده شيء مخيف، وهو ينحني كده بتواضع لانه عالم. كل ما الانسان يزداد علما ونضوجا وعلوا يزداد تواضعا. والعكس صحيح للصغار، الصغار الفارغين الشاغرين تلاقيهم كده نافشين رشهم على اي ما تفهميش. فده اللي يقصده الامام الشافعي، ان كل ما يتعلم اكتر يتواضع لانه جاهل، كلما ازداد علما ازداد يقينا وعلما بجهله. بتحب الفستق؟ نظريه الفستق بالظبط. كانت ايه اللي غيرته في حياتك، ولا هي كانت بالنسبه لك ايه؟ الفستق كان في حياتك كتير؟ انا عندي هلع مرضي على من احب، ده انا عندي هلع على الاخرين اللي مش من عيلتي. يعني لما بكون ماشيه مثلا الاقي واحد بيقع من بعيد ممكن يجي لي سكته قلبيه. مش حاجه حلوه على فكره، يعني هو ثباتي الانفعالي ضعيف، و بقلق قوي على اللي بحبه طول الوقت. فحتى هم ساعات يخفون عني، اسرتي يعني يخفوا عني ويخبوا عني لما حد يتعب او حاجه، عشان عارفين ان انا ضعيفه جدا في ده. انا بان كده فايتر وقويه لكن انا هشه زي ورقه شجر كده تتكسر. فعندي طبعا نظريه الفستق طول الوقت، ان انا ادي لا ما تعملش كذا، لا اوعى كذا، لا كذا، لغايه ما ولادي طفشوا. المينيماليزم بالنسبه لك ايه؟ هو ده كل ما الانسان ينضج اكتر يجنح نحو المينيماليتي، وكل ما الانسان يبقى تافه يجنح نحو حب الامتلاك والظهور والشو وكذا وكذا. المينيماليتي
واحنا عندنا نظريه، انت عارفه انا دارسه عماره، عندنا نظريه في ده في العماره اللي هي simplicity is the beauty، ها، وبيوتي is the simplicity، وان كلما ازدادت الامور تعقيدا فقدت جمالها، كما وكلما تبسطت وكده. ودي مدرسه الحداثه مش ما بعد الحداثه يجنحوا بقى. كان زمان في المتغرفة كتير والحاجات الزخارف والمقرنصات والمعرفش ايه اللي هي العصر القوطي او الجوثيك. بعد كده جم، انا عندي كتاب عندها اسمه الكتابه بالطباشير الملون، اتكلمت عن المدارس دي كلها. الحداثه جنحت نحو السمبلستي، شباك كده مستطيل، حتى الترابيزه إطار تبقى اربع فاضي، اربع فريمات بس. رجلين ببساطه. بعد بوست مودرنزم دخلت في حاجات تانية، مزجت بين القديم والجديد. فانا عايزه اقول ان المينيماليتي دي او المينيماليزم او التبسيط قوي او التقشف او الزهد، هو ده العظماء. يعني والزهد. يعني غاندي لما كان ما يقدرش يشتري، ما جالوش هدايا لبس شيك كده، كان بيلبس خرقة. السيد المسيح هذا الأسطورة العظيمة جدا كان بيمشي بأسمال بسيطة، وهو يعني كان يستطيع أن يكون ملكا. وأصلا هيرودس لما كان بيقتل الأطفال لأن هو خد في النبوءة أنه هيبقى ملك الملوك. فالبساطة دي ده سمة العظماء. كل ما الإنسان يبقى بسيط وزاهد وتارك الأشياء. أنا مش بقول إن في أنا حياتك مترجمة المينيماليزم مترجمة في حاجات وحاجات، بالظبط. مترجمة يعني في حاجات نسبية طبعا، لكن حاجة في حياتنا لكن نسبية. أنا كشخص إنسان بسيط، بتميلي ليه؟ أنا بسيطة خالص. أنا أقعد على الأرض واركب وارمس كوتشي واتنطط ومش عارفة كذا. يعني حياتي لما تشوفيها ما عنديش، يعني مش عايشة في الدور ولا بتاع، وبمشي مع ابني أجري وحاجات كده. ومازن بقى ابني يعني عايز يعيش بقى يعني راجل بقى كده وبتاع. انا تلاقيني زي الاطفال، اتصرف زي الاطفال، وانا بعتبر ده لون من الوان المينيماليزم. الكنز بالنسبة لك فين؟ هقول لك الكلمه اللي انا مؤمنه بيها ولا باولو كويلو في الخيميائي: الكنز هو البحث عنه، رحله البحث عن الكنز. اول ما تقعدي تبحثي وتدوري الكنز وتسعي الداخلي. بالظبط كده. وفي الاخر نكتشف ان هو الرحله هي الامتع. رحله زي كده بيقول ليله العيد احلى من العيد، ها، عشان مستنيه بقى يجي العيد. خلص بزعل انه خلص، لكن هنا الانتظار بقى، ونجيب لبس جديد وجزمه جديده وفستان جديد والحاجات اللي كنا بنعملها دي، هي دي بتبقى فيها البهجات وكذا. فالكنز في نظري هو السعي نحوه، ودي من معجزات ربنا معانا، ان هو طول الوقت نحط احلام ونحط امال ونحط تطلعات ونحط جولز واهداف، الوصول اليها هو الامتع من لحظه الجيننج. يعني السماح اللي هو التسامح يعني. طب انا عايزه اقول لك بقى ان انا ضد كلمه التسامح، وكتبت مقاله طبعا قلبت الدنيا اسمها لست متسامح. يعني ايه تسامح؟ يقول لك التسامح الديني. يعني ايه التسامح الديني؟ يعني انا متسامح مع المسيحيين. انت مين اصلا لا تمتلك الا تتسامح؟ يعني التسامح ده معناه ايه يا بسمه؟ الجاكيت ده عاجبك، تمام، اقول لك اسمح لك اني اديهولك. سمحت لك بحاجه ممكن اقول لك لا لانه بتاعي، صح؟ بالظبط. لكن ينفع اقول لك انا سمحت لك بالبلوزه دي؟ ازاي؟ ما ينفعش، لأن بتاعتك اصلا، صح؟ فاذا التسامح يعني الا استطيع ان امنح شيئا استطيع الا امنحه لك، ده التسامح. لكن انت لا تملك الا انك انت تمنحه. وانا يعني فكره اتسامح ان يكون هناك مسيحي ويعيش حياته وياخد الجراءه يعني انا بعتبر نفسي الجراءه هو انك ما تخافش مما يجب الا تخاف منه. وانا بعتبر نفسي يعني الوعود حق يجب الوفاء به. ما دام وعدت بحاجه لازم تنفذها. الرفض بالنسبه للفاطمه، الرفض مؤلم. ان تكون مرفوضا يعني ممن تحب مؤلم جدا جدا. وكتير انا تعرضت لده، يعني كتير اتفهمت غلط، وكتير لان بصي انت لما بتطالبي بالحق والعدل والحق والخير والجمال بيكرهك كل الاطراف، لان ده عايز لوحده، ده مفهوم عن الحق ان بتاعه، وده مفهوم عن الحق بتاعه، فانت عايزه الحق اللي هو العدل بين الاثنين، فالاثنين بيكرهوكي. فانا عانيت من الرفض ده كتير في كل مجال، لان الناس مش قادره. يمكن دي نبوءه جدي لما قال لي ما حدش هيفهمك، الله اعلم. انا مش عارفه انا مفهومه ولا مش مفهومه،
ولا انا بمثل لغز بالنسبه للناس، مع اني ابسط ما يكون في الحياه، لكن الرفض مؤلم جدا. الماضي النوستالجيا الجميل، الماضي دايما مطمئن لانه خلص عارفاه، والحاضر مقلق لانه عايشاه، والمستقبل غامض جدا ومظلم لانك مش عارفاه يعني. فالماضي هو الكومفورت زون يعني، هو منطقه الامان يعني. العقل الفاطمه، العقل انا بفكر طول الوقت وما بحبش اخد حاجه مسلمه، وبقعد اقول ليه، لماذا. برنارد شو عنده مقوله حلوه قوي في الحكايه دي، بيقول لك انت تقول كيف هذا، كيف هذا، وانا اقول كيف لا يكون هذا. يعني الانسان العادي يقول ايه ده، لا مستحيل، ازاي اخترع كاميرا، يعني ايه يعني اصور، يعني اعمل حاجه كده تقوم تصور الحاجه واشوفها بعد ما انا اكون. لكن العبقري والعالم بيعمل ويقول لما لا. يعني دايما الانسان يقول لما لا، ليه لا، ليه ما اعملش، ليه في حاجه اسمها مستحيل. فانا العقل بالنسبه لي انك طول الوقت تفكر. المحاوله لا امل ولا اكل من المحاولات، اذا عندي هدف بفضل احاول فيه، وبعتبر هو ده الكنز يعني. فاطمه نعود، انت طفله رائعه. ثانك يو. انت كائن رائع. ثانك يو حبيبتي. وريث الخلود. ثانك يو. ميرسي. انا سعيده جدا باللقاء ده. بس